SeaWorld is keeping a close eye on a killer whale blamed for killing a trainer. The theme park reports Tilikum is sick with a bacterial infection in his lungs. In 2010, trainer Dawn Branchow died when the whale pulled her under and she drowned. He's also the focus of the 2013 controversial documentary Blackfish. في العالم ديال البحار كاين مخلوق كيعجب الناس وكيخوفهم في نفس الوقت، الحوت القاتل او الاوركا. كيقولوا ان مدربه شجاعه سميتها جيسيكا رادكليف دخلت المسبح باش دير واحد العرض عادي، وما كانتش عارفه ان هذيك غادي تكون اخر لحظات ديالها وسط الماء. كاين اللي كيأكد انه شاف الهجوم، وكاين اللي كينفي وكيقول القصه كامله خيال مبالغ من الانترنت. واش جيسيكا فعلا كانت ضحيه ديال الحوت القاتل ولا غير اشاعه كبيره دارت في العالم كامل؟ في هذا الفيديو غادي نكشفوا لكم القصه كامله من الاول حتى للتالي، ونوريوكم الحقيقه اللي ما بغى حتى شي واحد يهضر عليها. القصه ديال جيسيكا رادكليف انتشرت بواحد السرعه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديوهات بواحد العناوين اللي مثيره، صور مصغره ومنتجات دراميه، لحظات مفزعه من الحوت القاتل. الملايين شافوهم وشيقوهم، ولكن ملي كتحاول تقلب على شي مصدر رسمي اللي كيثبت هذا الخبر ما كتلقى حتى شي حاجه. ما كاين لا تقارير من حدائق بحريه، لا والو، لا بيانات صحفيه، لا حتى خبر واحد في وكاله الانباء العالميه. هذا الشيء خلى بزاف يشكوا، يقولوا ان القصه الا اشاعه تدارت باش تجذب بزاف ديال المشاهدات. باش نفهموا السياق مزيان خاصنا نرجعوا لقصه حقيقيه وقعت بالفعل مع مدربين ديال الاوركا، اللي ممكن تكون هذه الاشاعه تجابت من وحده من هذه القصص وبدلوا لها السميه. واحد من اشهر الحوادث كانت السنه ديال 2010، ملي المدربه الامريكيه داون برانشو فقدت الحياه ديالها في سي وورد اورلاندو من بعد ما الحوت القاتل شدها وسط العرض وما خلاهاش تفلت. كان حادث مأساوي شاهدوه الجماهير مباشره وغطاه الاعلام كله، ومن بعدها داروا واحد التغييرات بزاف في المجال ديال العروض في المسابح. اما قبلها في 2009 وقع واحد الحادث اخر في حديقه لور بارك في جزر الكناري، اللي المدرب الاسباني اليكس مارتينيز مات وسط التدريب مع الاوركا اللي سميتها كيتو. التحقيقات بينت ان الضربه اللي تلقاها كانت قاتله وخلفات صدمه وسط الزملاء والعائله ديالو. هاد القصه حقيقيه وموثقه، والفرق بينها وبين قصه ديال جيسيكا رادكليف هو ان الحوادث اللي ذكرنا دابا كانوا عندها ادله قاط رسميه، بينما القصه ديال جيسيكا ما لقينا ليهاش حتى شي دليل واحد او لا شي فيديو من غير دوك الفيديوهات اللي كتدور في الانترنت، فيسبوك وانستغرام وتيك توك. هاد الفرق كيبين لينا كيفاش الاشاعات كيفاش تقدر تستغل الخوف والاثاره باش تولد قصص كتبان حقيقيه ولكن في الحقيقه هي وهميه. وفي الاخر خاصنا نكونوا واضحين، القصه ديال جيسيكا رادكليف مع الاوركا اللي كتدور دابا بزاف ماشي قصه حقيقيه وما كاين حتى شي دليل رسمي عليها، هي مجرد تخيل واثاره مبني على حوادث واقعيه، لكن هو غير واحد الفيديو مركب ومصور بواحد الطريقه دراميه باش تجذب اكبر عدد من المشاهدين وتزيد المشاهدات في الانترنت. القصه ديالها ما عندها حتى شي سند قانوني او اخباري، وما جات حتى شي شهاده من شخص حقيقي او جهات رسميه. بالمقابل حوادث مدربين ديال الاوركا الحقيقيين بحال الوفاه ديال داون برانشاو في 2010 واليكس مارتينيز في 2009 موثقه وخارجه من مصادر رسميه، وحتى عائله الضحايا والحدائق البحريه اكدوها. اذا حنا كمتابعين وكمشاهدين خاصنا نكونوا واعيين وما نصدقوش اي حاجه كنشوفوها في الانترنت، خصوصا ملي كتكون فيها دراما كبيره وحدات كتجذب الانتباه بلا ما يكون عندها مصدر واضح او حقائق مؤكده. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. هذا الفيديو غير تاكيد على ديك القصه اللي دارت ضجه في الانترنت، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع شي قصه جديده. وتهلا.